مش عرفنا من أين أعلم. أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. اللي يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها. فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد. والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة. يجب على الشعب السوري وجوبا أن يحمل السلاح في وجه هذا النظام. والدكتور عبد الكريم بكار ذكر أن 500 عالم الآن في غضون توقيع بيان من العالم الإسلامي على وجوب حمل السلاح ضد بشار الأسد ونظامه على الشعب السوري. وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة. قال عليه الصلاة والسلام حديثا أبطل فيه الخيانة وأبطل فيه الكذب الذي جاء به الأحبار النصوص الكذبة. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أدين الله أن كثيرا من العلماء اليوم على سنن بني إسرائيل يحرفون ويبدلون ويكذبون الله ورسوله. يقول الله ويقولون غير قيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام ويدعون قوله عليه الصلاة والسلام: علم من علم وجهل من جهل، وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اسألوا الله أن يجعل دين أحدكم أمره وأمر نبيه، واسألوا الله أن يعيذكم من الأئمة المضلين. قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. اسألوا الله أن يعيذكم من أمر خوف النبي هذا الأمر. عظموه. أنتم يا أبطال التويتر، أنتم اللي قررتوا بعيالنا وراحوا للجهاد، أنتم مسؤولين، والمجتمع لازم يسائلكم، المجتمع لازم يحاسبكم. أنتم اللي ذكرت اساميهم ذولا، كل واحد فيكم زريه إلى هنا ويغرد من الصبح جاهد لا تجاهد، وجانا وطبل عليكم العرعور. مين اللي جايب العرعور للبلد؟ أيها الأوباش، أيها الأوباش، الآن نحتاج إلى الرجال، نحتاج إلى الرجال الآن. والله إن استمر هذا لأعلنن الجهاد والنفير العام وألعن كل من لا يأتي إلى الجهاد. تعلن النفير أم نعلن النفير، وسوف نلعن كل مسلم وكل عربي لا ينفر إلى سوريا. عدنان العرعور أسمعني الإخوة، وهذا قبل أن آتي هذا الصلح بيومين، أسمعني الإخوة خطابا له يقول لهم للشام: أبلغكم رسالات ربي لا تقربوها فتنة، ليس بالتفجير وليس بالفتن إطلاقا، لا تفعلوا، لا تخرجوا، لا تقاتلوا، لو كانت الولاية غير شرعية. عجيب كيف انقلبوا يا أخي، شو اللي صار؟ ثم سمعته بعدها يتوعد أهل الشام: لأفرمن لحومكم بمفارم اللحم ولأطعمنها للكلاب. سكران الرجل؟ يعني أنا متأكد أن المرة الأولى كان مفيقا، المرة الأولى كان مؤمنا، المرة الثانية كان سكران الرجل. أنت ولدك متى راح؟ راح قبل شهر، كلمني يقول افطري يمي وادعيني ارجع. وبكيت، يوم اني بكيت بكى كثير. تكلميني الشيخ محمد العريفي ما كلمك؟ حاولت اتواصل معه في الواتساب رسائل ولا رد علي. ايش كنتي بتقولي له؟ ابى اقول له اني انسانه حقيقه، تبي تزورني تعالني ببيتي، تعالني ببيتي وشوف حقيقتي. الحمد لله. الحمد لله. لحظة يتمنى فيها الأمهات معانقة فلذات أكبادهم.
أنت تدري وين ذول العرعور عيال يدرسون؟ لا ما تدري. ولا عمرك ولا تسمع عنهم ذول المشايخ عايشين كيف وش يسوون، ما تدري. بس تشوفهم بتويتر يقولون الجهاد. ها؟ وصدقتهم أنت كريال. لا والله كذابين حسبي الله عليه. الله شابها في الشباك، قلت لك في الخواتيم هناك الثاني الاهداف يتلون مثل الحرباء. شبيبتي سكبت في كاسي، هذا الخط من عهد الفينيقيين. نعم وخلط بالاشوري. كان متوقع الشيء شبيه يا القينا على كرسي جسد وسخه فنسخه فوكزه موسى. قاعد جزاك الله خير. أما العريفي فنجم في سماء هدى يضيء للخلق من بدو وحضار، وطارق الفضل للحواس نسبته. وقال شاعر العصر: يلا 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 يا من لا نعادر بخوف منه خوف، لا شريك له في ملكه ولا يعبد سواه، فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم اكرمون الاكارم من عطاء عالم اللي معلمه شايف اللي ما نشوف، خافين سره والاسرار ما هي بتخفاه، لا جفان الناس واللي روى بعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه لا جفان. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم من قبل: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة،